بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. احنا في موسم المانجا، فما ينفعش نبقى في موسم المانجا وما نعملش الأشطوطة بالمانجا. حاجة كده اللهم بارك. بصوا الارتفاع بتاعها وبصوا القوام بتاعها جميل ازاي. حاجة كده اللهم بارك. يلا بينا نشوف عملنا الجمال ده ازاي. بس ياريت اللي اول مرة يشوفني يعمل سبسكرايب في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا مني كل جديد. ما تنسوش اللايك يا حلوين، جزاكم الله خيرا. يلا بينا نشوف مقاديرنا وطريقة تحضيرنا في الحلو الجميل السهل البسيط اللي زي العسل ده. يلا بينا نبدأ بسم الله ونشوف المقادير اللي معانا. طبعا انا عامله مقادير صينيتين، تمام؟ انا عامله صينيتين، انت هتعملي مقادير صينيه واحده هتقسمي الكميه. انا معايا كده 8 بيض، كل صينيه 4 بيض، تمام؟ ومعايا 4 باكت من الفانيليا، عندك فانيليا سايله، تمام؟ انا حطيت 4 باكت فانيليا، يعني كل صينيه يبقى ليها 2 باكت فانيليا. هفضي الفانيليا على البيض، ده اساسي، يعني نفضي الفانيليا بتاعتنا على البيض علشان خاطر الزفاره بتاعت البيض تروح، تمام؟ وبعد كده هنضيف كوبايتين من السكر، لكل صينيه كوبايه من السكر. طبعا الصينيتين اللي انا عاملاهم صينيتين كبار هتشوفهم دلوقتي. ودي كوبايه زيت، ايه كوبايه زي ما انتم شايفين كده، الكوبايه المعياريه اللي معايا هي اللي انا ماشيه بيها في كل الخطوات بتاعتي. هبدا بقى ان انا اضرب كده كويس جدا لحد ما اللون بتاع الخليط بتاعي دوت يفتح، وكمان السكر يدوب تماما. لازم السكر يدوب تماما يا جماعه، تمام؟ بعد كده هضيف كوبايه ونص من الحليب. معاكي من كوبايه لكوبايه، معاكي من كوبايه ونص لكوبايتين، تمام؟ علشان انا زي ما قلت لك انا عامله صينيتين، عشان انت شوفي المقدار بتاع الصينيه بتاعتك وتعملي عليه، تمام؟ انا معايا كده بقى 6 كوبايات من الدقيق، لكل صينيه 3 كوبايات من الدقيق، و2 باكت كيك شيف، 2 باكت كيك شيف لكل صينيه برضو باكو، تمام؟ وكمان هحط معلقتين كبار من النشا، زي ما انتوا شايفين كده. النشا ده حلو جدا في الكيك وهيفتح معايا لون الكيك. ودي ذره من الملح، تمام؟ هنقلب بقى المكونات الجافه كده كويس جدا، وهنبدا كده. طبعا انا نخله الدقيق على فكره، وهرجع تاني انخله تاني قدامكم. اللي كل ما ننخل الدقيق في الكيك بيبقى افضل، ان هو بيدخل هواء وبيخلي الكيك بتاعنا بيبقى هش ومرتفع، تمام؟ هبدا بقى ايه، اخلط المكونات السايله مع المكونات الجافه زي ما انتم شايفين كده، حبه حبه بالتدريج. بضيف الدقيق بتاعي اللي عليه المكونات اللي احنا حطيناها اهو زي ما انتم شايفين. طبعا انا مولعه الفرن دلوقتي على درجه حراره 180، وهبدا ان انا الفرن هيسخن معايا كويس. وهبدا ان انا بعد ما اخلص الكيك بتاعي على طول، الخليط بتاع الكيك، هبدا ان انا ادخل في الفرن على طول. اخر حاجه بضيفها معايا معلقتين من الخل، معلقتين من الخل كل صينيه كده، معلقه خل، تمام؟ زي ما قلت لكم هتعملي صينيه تبقى نص الكميه. الخل بيبقى ماده رافعه معايا وبيفتح لي كمان لون الكيك، تمام؟ اهو زي ما انتم شايفين انا بقسم الخليط اهوت على صينيتين. طبعا الصينيه مبطناها بالسمنه والدقيق، تمام؟ هبدا بقى زي ما انتم شايفين كده ادخلهم على درجه حراره 180، مش هياخدوا وقت معايا خالص، وهيطلعوا بقى معايا كده زي ما انتم شايفين كده. بحط الخله بتاعت الشيش طاووق، بيطلع معايا نظيف ما فيهوش عجين كده. تاكدت ان الكيك بتاعي تمام. هسيبه لما يبرد تماما، يبرد تماما. بعد ما يبرد تماما هبدا ان انا اخرمه كده بالخله زي ما انتم شايفين، بخله الشيش طاووق. هبدا ان انا اخرمه كده، اعمل فيه فتحات علشان هسقيه بالحليب. لكل صينيه كوبايتين من الحليب. الحليب هدوب فيه 4 معالق من السكر، دول 4 كوبايات حليب، هضيف لهم 4 معالق من السكر،
تمام. وهدوب كويس جدا، وهضيف اهو زي ما انتوا شايفين لكل صينيه كوبايتين، لكل صينيه كوبايتين حليب. وبعد ما نسقي الصواني بتاعتنا دي بالحليب هنبدا نسيبهم بقى لحد ما يتشربوا الحليب بتاعهم دوت. بعد ما يتشربوا الحليب هسيبهم كده عاركينهم على جنب يتشربوا الحليب بتاعهم ده براحتهم خالص. وهبدا ان انا اعمل بقى الكريمه، كريم جانتيه بتاعي. معاكي من كوبايه ونص لكوبايتين، يعني انا حطيت كمان نص كمان كوبايه كريم جانتيه، وحطيت 4 معالق من السكر البودر. تمام. يعني لكل صينيه كوبايه كريم جانتيه. معايا ميه بقى متلجه، لازم هضيفها بالتدريج، هضيفها بالتدريج اهو. هبدا ان انا اضرب، وكل شويه هضيف الميه بالتدريج، كل ما عايزه القوام يتقل معايا هبدا اضيف. تمام زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، لحد ما القوام يتقل معايا ويكون القوام اللي انا عايزاه. يعني انا ضفت كمان نص كوبايه من الكريم جانتيه، يعني كل صينيه واخده كوبايه كريم جانتيه اهو. الحليب اتشرب، الكيك شرب الحليب خلاص. هبدأ بقى ان انا لازم الصينية تكون باردة تماما، اوعي تضيفي الكريمة والصينية سخنة او دافية عشان الكريمة ما تسحش منك. تمام. هنبدأ بقى نوزع الكريمة بتاعتنا كده اللي احنا عملناها اهو زي ما انتوا شايفين، ونبدأ نسوي فيها، نسوي الصينيتين بتوعنا كويس جدا. وهبدأ ان انا بعد ما اساوي الصواني بتاعتي كويس هدخلهم التلاجة اهو. بصوا انا بساوي اهوت، هدخلهم بقى دلوقتي التلاجة. هبدأ اعمل بقى انا جايبة جيلي، انت حابة تجيبي براحتك، مش حابة خلاص. ده كيس واحد من الجيلي، جيلي المانجا. تمام. هبدأ ان انا اضيفه فوق المانجا اللي انا هحطها. انتوا هتشوفوا دلوقتي انا هعمل فبيديلها لمعة، بيدي للمانجا لمعة. ولو بات عندك قطعتين ولا حاجة بيفضلوا بلونهم، لون المانجا ما بيتغيرش. دلوقتي انا ضفت كوباية الا ربع كده من الماء الساخن المغلي، يعني على باكت الجيلي. وهضيف كمان نص كوباية من الماء المتلج، الماء الساقع، يعني كوباية الا ربع المية السخنة جدا المغلية، ونص كوباية من المية الساقعة متلجة. دلوقتي بقى معايا المانجا مقطعاها مكعبات كده زي ما انتوا شايفين. هبدأ ان انا اغطي الصينية بتاعتي كده بالمانجا فوق الكريمة. تمام. لازم كده تغطي الكريمة كده بالمانجا زي ما انتوا شايفين كده. بصوا الصينيتين بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عشان كده بقولك انت هتعملي طبعا انا عامله الصينيتين علشان الحبايب يدوقوا وياكلوا من التريليتشي بتاعت المانجا او القشطوطه بتاعت المانجا زي ما احنا هناكل هما ياكلوا معانا. تمام. زي ما انتوا شايفين كده بعد الجيلي ما برد تماما، برضو ما تحطيش الجيلي الا لما بيبرد تماما. انت بتسيبيه بره يبرد خالص، طبعا بيبقى دافي شويه، لا سيبيه لما يبرد خالص، وبعد كده غطي وش المانجا بطبقه الجيلي. تمام. وبعد كده هنرجع بقى ندخلهم التلاجة، برضو هيقعدوا بتاع 4 ساعات كده عبال الجيلي ما يتماسك على المانجا. وبعد كده نقطع بقى براحتنا الصواني بتاعتنا. تمام. دي كده بعد ما دخلت التلاجة وقعدت 4 ساعات. الجيلي زي ما انتوا شايفين اهو، الجيلي متماسك على الصينية. هبدأ بقى ان انا اقطع بقى كده الصينية بتاعتي، طبعا الحجم اللي انتي حباه بتقطعيه. بصوا بقى القطعة بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. القطعة جميلة جدا وحاجة كده نضيفة ومن البيت وضامنة عمايل ايديكي. يعني شوفي القطعة زي دي من بره بتجيبيها بكام؟ طبعا كل حاجة غالية ومكلفة،
بس برضو احنا بنكلف بنعمل في البيت، مش هتيجي برضو بتكلفة بره، غير ان هي نظافة وحاجة نضيفة من البيت. اتمنى الفيديو يكون عجبكم والوصفة تكون سهلة ليكم، واي سؤال اكتبوا لي في التعليقات وانا هرد عليكم. وما تبخلوش عليا باللايك يا حلوين. جزاكم الله كل خير، واتمنى اكون خفيفة عليكم. استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.